السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخ غاده. جايه لكم فكره جديده جميله، وبمناسبه المدارس بقى حاجه كده اختراع. بجد بجد طعم تحفه جدا. عامله لكم حواوشي جديد بايه؟ بالعيش. انهي عيش؟ عاملينه بالعيش السوري. بصوا انا مجهزه طبعا خلطه الحواوشي عشان ما اطولش عليكم واقول لكم على الفكره بكل سهوله. طبعا بتجيبي العيش السوري زي ما انت شايفه كده، أنا لسه جايباه النهارده طازه. بسم الله ما شاء الله، جميل جدا جدا بجد، بيدي تيست حلو قوي قوي قوي، مختلف عن المعتاد، يعني حاجه جديده هتعجبك. طبعا بفرد الرغيف زي ما انتم ما شفتوا، وبجيب اللحمه المفرومه كده وببتدي اوزعها. وانا بقى مجهزه عندي جبنه رومي مقطعاها صغير، وعندي حزمه بقدونس، ومقطعه طماطم، ومقطعه كمان فلفل سبايسي على حسب الرغبه، حبه سبايسي او حبه الفلفل البارد ده براحتك. دلوقتي كده انا وزعت اللحمه بتاعتي. طبعا اللحمه دي فيها بصل وفيها فلفل برضو وليها بهاراتها، ممكن في حلقه تانية اقول لكم طريقتها ازاي. دلوقتي بعد ما فردت اللحمه وحطيت عليها الجبن الطماطم زي ما انتم شايفين، والفلفل السبايسي بالشكل ده. بجد فكره حلوه قوي قوي قوي. ما تنسونيش باللايك والشير وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من مطبخ غالي. والبقدونس بقى مش قادره اقول لكم، جميل جدا، مليان فوائد وحلو قوي، وبيزود القيمه الغذائيه في اي اكل. تمام. ادي الجبنه الرومي اللي احنا بشرينها، شكلها وطعمها وريحتها بقى مع الاكل ده بيبقى حاجه لذيذه خالص. هيغير مفهومكم عن الحوشي، ونفسي تجربوا الطريقه وهتدعوا لي بامر الله. زي ما انتم شايفين كده طبقناه زي الظرف. نخلي بالنا الحته الخفيفه دي هنخليها من فوق عشان نقفل عليها بقيه العيش. برضو احنا بنعمل كل رغيف حواوشي رغيفين من السوري عشان يخليه متين شويه، وفي نفس الوقت ما يطرش العيش من تحت ويتقطع، فلازم اعمل طبقتين. انا طبقت اول رغيف، هبتدي اجيب الرغيف التاني زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي ان انا اطبق عليه الرغيف التاني، بحيث ان انا اتحكم فيه وانا بسويه وما يطرش مني ما يبقاش وحش. بيطلع بجد حكايه، طعم جميل ومقرمش وطعم تحفه. وبعدين على فكره ما بياخدش وقت كتير في الفرن، حاجه حلوه قوي. وبعدين هيخليكي بقى دي وجبات سريعه وانت جايه من المدرسه تقدري تعمليها، حاجه في منتهى الروعه. هتجربي الطريقه دي وتدعي لي ان شاء الله. اهم شيء ما تنسوناش باللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من مطبخ غالي. طبعا الصاجه مدهونه زيت، وحطينا العيش وابتدينا برضو ندهنه زيت، والفرن شغال. دلوقتي بقى هنبتدي نحطه جوه الفرن ونسيبه يستوي. ونوريه لكم ده شكله بعد ما استوى. بجد بجد تحفه تحفه تحفه، هيعجبكم قوي قوي قوي، والله بجد هيعجبكم.